يا صباح الخير عليكي. عارفة، اوقات تحسي انك مليان على اخرك بولا حاجة، هتفرقعي من كتر الفراغ، متشعلقة جامد جدا بالهوا. احساس وحش دمه تقيل، بتحسي انك مش على ارض ثابتة. كتير بتقعدي تفكري، هو انا ليه هنا؟ ايه لازمته اللي انا بعمله؟ ليه بصحى وليه بنام؟ ليه باكل؟ ليه بخرج؟ ليه عايشة؟ فراغ كبير جواكي بيبقى هو السبب في الشعور ده. وبعدين لازم يكون في حياتنا هم نشيله، مشكلة كده بنلف حواليها أو قضية عايشين لها تحسسنا بقيمة حياتنا. بس الفكرة بقى ان لما بتنحل مشاكلنا ونعيش في هدوء، بنبقى مش على بعضنا، بنقعد ندور على مشاكل تانية بمنكاش. وممكن نعمل من الحبة قبة ونكبر حاجات مش مستاهلة عشان تبقى حياتنا مليانة بحاجة تشغل تفكيرنا. ممكن تلاقي واحدة ماسكة في خناق جوزها علشان ما حطش جزمته في الجزامة، او اب هياكل عياله عشان المفروض يناموا الساعة 10 والساعة بقت 10 وربع ولسه بيتنططوا في السرير. او نشيل مشاكل ناس تانية حتى لو مش حقيقيين، اشخاص في مسلسل مثلا. فيجي سؤال مهم، هو احنا فعلا عايزين نعيش في سلام؟ يعني احنا قد رتابة الهدوء؟ هنستحمل الرتم الثابت للحياة الوردية؟ ولا لازم يبقى فيه شوية مناغصات كده تعكنن علينا عشان نقدر قيمة الهنا اللي احنا فيه؟ وجود عكس الحاجة هو اللي بيدي معنى وقيمة لكل حاجة حوالينا. خلينا متفقين على الحقيقة دي، إن لازم حياتنا يبقى فيها حاجات وحشة عشان نعرف نستمتع بالحياة. بس اللي بنعمله دلوقتي غير كده خالص، بنتصرف مع إحساسنا بالفراغ بشكل غلط، بنفرط جامد جدا في استخدام المتعة. ونرجع نقول، هو احنا ليه بطلنا نحس بالفرحة لما رمضان يجي؟ ليه أيام العيد بقت عادي كده؟ ليه ما بقيناش نفرح زي زمان؟ لأننا زمان ما كناش بنعرض جسمنا للجرعة الإكستريم دي من البهجة، والسعادة ما كانتش سهلة زي دلوقتي. كنت تستني يوم الخميس يجي علشان تشوفي مسرحية حلوة، ويا تيجي يا ما تجيش وتدخلي تنامي أحسن. تستني تاكسي السهرة واخترنا لك عشان تشوفي فيديوهات تضحك أو عروض السيرك والساحر. وفين وفين لما تاكلي أكل من بره، ده إذا أكلتي من بره أصلا. ويوم ما يكون العشاء بيض بالبلوبيف مثلا بيبقى فيه فرح في البيت. اللبس الجديد كنت بتجيبيه في العيد بس. دلوقتي تصحي من النوم تمسكي الموبايل، تقعدي تفري في الريلز، تتفرجي على حاجات تضحك، وتفضلي ماسكه موبايلك طول اليوم، في الحمام، في المواصلات، وانت قاعده مستنيه حد. عايزه تاكلي، تفتحي ابلكيشن عليه كل اللي نفسك فيه. عايزه تتفرجي على حاجه برضو سهله. وعلى الفاضيه والمليانه بقيتي تشتري هدوم، حتى لو مفيش مناسبه او حاجه مهمه، ان شاء الله عيد الفلاح. فين بقى الضد اللي يخلينا نحس بقيمه النعمه اللي معانا؟ فبقت كل حاجه عادي. حواليكي حاجات تفرح بس انتي مش فرحانه، انتي مليانه قوي بالهوا. والشعور ده بيدفع ناس كتير جدا للإدمان، لأن الإسراف في استعمال شيء معين أو حتى الإسراف في تصرف معين ده يعتبر إدمان. في كتاب أمة الدوبامين، الست بتقول إن جوه كل واحد فينا ميزان طبيعي بيظبط الإحساس بين الألم والمتعة جوانا. الميزان ده لازم يبقى معتدل، وده اللي بيخلينا نحس بالرضا. يعني زي ما في حاجات تزعل، في حاجات تفرح ونحمد ربنا على ده، والدنيا حبة فوق وحبة تحت. لكن لما احنا نزود معدل المتعة قوي، مخنا بيتدخل علشان يوزن المعدل تاني بين السعادة والألم. فكل ما انتي تعملي حاجة تبسطك، مخك يعكنن عليكي لحد ما الميزان يرجع يظبط تاني. فتلاقي مثلا حد بيشرب مخدرات، يتبسط بعدها، بس لما يفوق يبقى قرفان وخرمان ومتضايق ومتعصب. تاكلي أكلة حلوة بطنك توجعك، تخرجي تتفسحي ولما تروحي تحسي نفسك لا مش مبسوطة برضو. في ناس بقى عارفة موضوع الميزان ده فبتعمل العكس، بتعرض نفسها للألم عشان تحس بدفعة دوبامين عالية تسعدها. موضوع النزول في بانيو كله تلج ده بيعرض الجسم لألم شديد، زي ما يكون 1000 سكينة دخلوا فيكي مرة واحدة. بس بعد ما بتطلعي منه بتحس انك منتشية جدا. عارفة احساس يحيى الفخراني في فيلم الكيف لما راح العزا؟ تبقي مبسوطة كده وخلاص.
وده بيفسر برضو حاجات كتير في حياتنا، زي الناس اللي بتروح جيم تقعد تتعب نفسها في رياضة وتتعذب، بس بعد كده بتبقى في منتهى النشاط والسعادة طول اليوم. او لما تاخدي دش سخن وبعد كده مية ساقعة، فجأة تحسي نفسك بقيتي صاحية وفايقة ومركزة. لما قرأت الكلام ده أول حاجة جت في بالي إن ربنا خلق الدنيا دي بالميزان. ربنا بيقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يعني ربنا خلق الكون كله باللي فيه على أساس الميزان والعدل. ولما بيقول ألا تطغوا في الميزان يعني ما تفرطوش في كل حاجة. وده اللي على فكرة العلم بيقوله دلوقتي، إن جوه جسمنا اللي ربنا خلقه في ميزان بيشتغل لوحده، بيظبط المتعة والألم، بيخلي الحاجات متوازنة عشان نعرف نعيش صح. ولما بنفرط في جانب المتعة قوي زي ما بنعمل دلوقتي بنتعب وبنستغرب ليه بيحصل معانا كده، لأن مخنا مش مخلوق لكمية الدوبامين الرهيبة دي، فبيحاول يعدل الموضوع، يقولك طيب هتديني متعة بس هديكي ألم في المقابل عشان الدنيا ما تخربش مننا. وده بيودينا لحاجة مهمة: ليه احنا دايما حاسين بالملل؟ مش عشان حياتنا وحشة، عشان معدل الإثارة اللي مخنا اتعود عليها بقى عالي جدا. اتعودنا على المتعة الفورية، فلما نقعد في صمت دقيقتين أو نستنى في طابور أو في إشارة بنحس بعدم ارتياح رهيب. مخنا يصرخ فينا: اعمل حاجة دلوقتي، اتحرك، أنا عايز متعة. وده اللي بيخلينا نمسك الموبايل ونقعد نسكرول على السوشيال ميديا من غير هدف، أو ناكل من غير جوع، أو نشتري حاجات مش محتاجينها، ندور على أي حاجة تملى الفراغ ده. بنحاول نخلي كل لحظة متعة، كل دقيقة فيها إثارة، علشان ما نحسش بالملل ولا بأي إزعاج. بنحارب طبيعة الحياة اللي ربنا خلقها، رغم ان ربنا قال إن مع العسر يسر وكررها مرتين. يعني بعد كل صعوبة هيجي تيسير، بعد كل ألم هتيجي الراحة. بس احنا مش بنديله الفرصة، مش بنعيش العسر عشان نحس باليسر، بنهرب من أي إحساس مش مريح، وبنملك كل الفراغ بأي حاجة، موبايل، أكل، شوبينج، أي حاجة. وبكده بنحرم نفسنا من اليسر الحقيقي، لأن اليسر الحقيقي مش هتحسيه غير لما تعيش العسر الأول. سيبي مخك يرتاح من المتعة، حسي بالملل شوية، بالضيق، ما تهربيش، اقعدي فيه شوية، سيبي نفسك تحسي بده. ده جزء من الميزان اللي جواكي. عرضي نفسك لشوية تعب بسيط بإرادتك. تصحي الصبح مثلا ما تمسكيش الموبايل، خدي دش بارد، صومي، انزلي تمشي في الحر، اعملي رياضة. ده مش عذاب، انت بس بتظبطي الميزان اللي جواكي. وبعد كده هتلاقي مخك بدأ يظبط الدنيا شوية جواه، والحاجات العادية اللي ما كانش بياخد باله منها ولا بيحس بقيمتها هترجع تاني تفرحه وهتبقى متعة بالنسبة له. انك قاعدة في هدوء، انك بتكلمي حد من صحابك، انك بتشربي قهوة، حاجات بسيطة بتحصل بقت عادي بالنسبة لك. هو انت لما تجوعيه بقى للمتعة هيفرح من اي حاجة بسيطة بتحصل. هو دلوقتي بقى متخدر ومتبلد من كتر المتعة اللي حواليه. فالخلاصة: لو حاسة انك مليانة على اخرك بولا حاجة، لو حاسة ان مفيش حاجة بتبسطك زي زمان، ممكن يكون ميزان الدوبامين جواكي متلخبط، محتاجة بس تعمليه ريست، شوية ألم إرادي عشان تحسي بمتعة دايمة بعد كده. علشان الحياة ترجع تبقى حلوة تاني، سيب مخك يجوع للحلاوة، وعيش القضية أو لهدف تشيلي همه. شيلي الهم شوية بدل ما تشيلي ديون أو دهون. وإنك تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. وأشوفك تاني إذا شاء ربنا. سلام.